مرحبا بكم في قناتكم المفضلة الجزائر بعيون الجيران. كأس العالم 2030، المغرب يترشح رسميا لتنظيم كأس العالم 2030 رفقة البرتغال وإسبانيا. إذن عاجل الملك محمد السادس ملك المغرب يعلن رسميا ترشح المغرب لتنظيم مونديال 2030 في ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال. أعلن إذن الملك محمد السادس ملك المغرب عن ترشح المغرب بشكل رسمي لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 في ملف مشترك مع كل من إسبانيا والبرتغال. وقد جاء ذلك على لسان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيد شكيب بن موسى، الذي تلا رسالة نيابة عن الملك محمد السادس موجهة لأعضاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وبحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني أنفونتينو على هامش حفل جوائز رئيس الكاف بالعاصمة الرواندية كيغالي، والتي حصل عليها الملك محمد السادس. وقد كانت صحيفة AS أكدت أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم سيضم المغرب إلى ملفه المشترك مع البرتغال الخاص باستضافة كأس العالم لسنة 2030 في حال تعذر على تركيا التواجد ضمن هذا الملف، وذلك بسبب العقوبات المسلطة على رئيس اتحادها بسبب شبهة الفساد. وحسب الصحيفة الإسبانية فإن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يريد التفاوض من الآن مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بسبب القرب الجغرافي للمغرب مع إسبانيا والبرتغال. كما ذكرت شبكة The Atlantic الأمريكية في تقرير لها أن الملف كان من المقرر أن يكون بين الثلاثي إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا، لكن الحرب الروسية الأوكرانية واتهامات رئيس اتحادها صعبت من موقف أوكرانيا في أن تستطيع الاستعداد بشكل الأمثل لاستضافة المونديال بعد 7 سنوات. وأضاف المصدر نفسه أن رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أندري بافيلكو تم القبض عليه في شهر نوفمبر الماضي بتهم الاحتيال وغسيل الأموال. وأشار التقرير إلى أن التقارب الجغرافي بين المغرب وإسبانيا، والذي يبلغ 14 كيلومتر فقط في أقرب نقطة بين البلدين، سيساعد الملف في الحصول على أصوات أكثر. في المقابل فإن أقرب مسافة بين أوكرانيا وإسبانيا هي 1000 كيلومتر، والمسافة بين الدول الواقعة في شرق أوروبا والبرتغال أكبر من ذلك. قد سبق للمغرب التقدم بطلب استضافة المونديال 5 مرات من قبل خلال أعوام 1994 1998 2006 2010 2026، غير أنه فشل في الفوز بأي منها. ومن المقرر الإعلان عن الملف الفائز بحق تنظيم المونديال في اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2024، حيث سيتنافس كل من الملف المذكور مع الملف السعودي المصري اليوناني والملف الأوروغواياني والأرجنتيني والباراغواياني والتشيلي. أترككم إذن مع لقطة الإعلان عن ترشح المغرب لتنظيم كأس العالم 2030 كما جاء في خطاب ملك المغرب الملك محمد السادس على لسان وزيره في التربية الوطنية والرياضة، الذي تلا نص الرسالة على الحضور في عاصمة رواندا كيغالي. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، من هذا المنطلق
أعلن أمام جمعكم هذا أن المملكة المغربية قد قررت بمعية إسبانيا والبرتغال تقديم ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم لسنة 2030، وسيحمل هذا الترشيح المشترك الذي يعد سابقة في تاريخ كرة القدم عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورو المتوسطي. كما سيجسد أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك، وينتصب شاهدا على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات والإمكانات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحرر في يوم الخميس 16 شعبان 1444 هجرية الموافق ل 9 مارس 2023 ميلادية محمد السادس ملك المغرب. محمد السادس. Thank you. Thank you so much. شكرا جزيلا لمعالي الوزير على هذه الكلمة. استمعنا من المغرب والآن